الحرب ما بين الجزائر والمغرب باتت يعني قريبة جدا. نعم، طبول الحرب تقرأ الآن، راهي تقرأ سياسيا دبلوماسيا على البندير استعدادا لحرب عسكرية. نعم، راح تكون حرب ما بين الجزائر والمغرب. ابدوها من عندي ودوكا نشرح لكم كيف ولماذا. لا أستطيع أن أقول متى، لأنه متى هذه لم يتم يعني الفصل فيها لحد الآن من الطرفين، ولكن كيف ولماذا الآن نشرح لكم. خلوني ندير فيها جدول تاع تفاح من بعد. بن قرينة لما طرح السؤال وتكلم قال انتخابات رئاسية قد تؤجل، أو هو قال إذا لم يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية. بن قرينة سياسي وعنده كما يقول لك الناس عنده مصادر وعنده جماعته وعنده محللين معه وعنده، ما قالهاش من فراغ. يعني يا إما مرابط وجاه كما يقول لك الناس منام وشاف، أو عنده معطيات لم يفصح عنها. لكن بن قرينة يقصد ما قلته، وهو قيام حرب، لأن تأجيل الانتخابات في الجزائر لن يحدث إلا إذا قامت حرب، يعني إلا إذا تم الإعلان عن حالة طوارئ و يعني إعلان حرب. في هذه الحالة اللي يتم تأجيل الانتخابات بكل تأكيد. لا نستطيع أن ننظم انتخابات رئاسية والحرب نائضة على حدودنا، لأنه أمن واستقرار البلاد أولى. إذن بن قرينة لديه معطيات أو لديه تطريش أو معلومات من جهات، يا إما جهات خارجية لها دور في إشعال الحرب، أو جهات داخلية أعطت له تحليلات وتخوف عن قيام حرب قبل نهاية السنة. قبل ديسمبر 2024 ستقوم حرب في المنطقة. نعم، وهذا الحرب بالأساس ما فهمتش. اشرح لي ما فهمتش. اشرح لي مليح ما فهمتش. قلت انه العادم اشرح لي هذه الجمله هذه اللي بعثتها لي ما فهمتهاش. قلت انه الغرض من خلط الاوراق في منطقه الساحل والصحراء، الغرض من اشعال اي حرب في المنطقه، سواء في مالي ما بين الأطراف المتنازعة المتناحرة في مالي، ما بين الإدارة المركزية في مالي في جنوب مالي والانفصاليين المتمردين في الشمال، تقوم حرب بيناتهم، أو قيام حرب في النيجر، أو قيام حرب في ليبيا، أو قيام حرب في أي منطقة من دول الجوار. هدفه الأساسي هو حرب الجزائر والمغرب، لأنه هذه النعرات التي قد تحدث وستحدث، سواء في ما فهمت عبد الرحمن تيقر وش هي القصة. أنا أشرح الحرب